هناك سجدة تلاوة في الركعة الثانية. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهل
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين صلاة تشفي بها العليل وتعافي بها السقيم وتقبل بها توبة العصاة والمذنبين وتجيب بها دعاء المضطرين وتنجي بها من عذاب النار كل فقير إليك مسكين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت.
اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعاتنا واغفر ذلاتنا. لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا غائبا إلا إلى أهله رددته. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اجعلها يا ربنا في أمنك وأمانك وسلمك وسلامك وحفظك وضمانك. أنزل على أمة الإسلام السلم والسلام، أحل بهم يا ربنا الأمن والأمان. ارفع راية بلادنا وسائر بلاد الإسلام برحمتك يا حنان يا منان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اجعل أفضل صلواتك وتسليماتك على إمام الهدى وقائد الخير نبينا وحبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. نسأل المولى عز وجل أن يعيد لأمتنا العربية والإسلامية عزها وأمجادها وانتصاراتها. نسأل المولى عز وجل أن يرد إلينا القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك ردا جميلا، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى المبارك قبل الممات. وهكذا أيها الأعزاء قضيت على خير
صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل نقلناها إلى أسماع حضراتكم على الهواء عبر أثير الإذاعة المصرية من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ حلمي عبد الحميد الجمل، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ رمضان سعد خليف من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. أيها الأحباب، تقبلوا أطيب تحيات الزملاء الزميل حسن صفوت والزميل حسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، وتقبلوا تحيات الزملاء من مصدر الإذاعة الخارجية أحمد صبيح عماد مدني، ومن غرفة المراقبة الرئيسية المهندس سامي سليم، المهندس لبيب عبد الهادي، المهندس أحمد إمام. وتقبلوا أطيب تحيات زميلي محمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني، وتقبلوا أطيب تحيات محدثكم عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين. حتى لقاء آخر، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.